تعالوا مع بعض نعرف النهاردة ازاي ان احنا ممكن نقدر نحسن الموديل بتاعنا. عندنا هنا بروبلم على الهاوسنج برايسز، استخدمنا لها اللينير ريجريشن. ده عادي، بروبلم عادي، وده نوع الجوريزم. طيب فرضا ان انت استخدمت الالجوريزم ده وما ظبطش قوي، فانت محتاج ان انت يعني تعمل له تحسين. ازاي بقى تعمل له تحسين؟ قال لك هنا بقى انت ممكن تستخدم كذا حاجة، والحقيقة ان هي في افتراضات تانية او ممكن تعمل حاجات تانية اكتر من الحاجات دي، بس دول اكتر حاجة متعرف عليها. اقول لك هنا ممكن ان انت تعمل get more training examples. انت مثلا لو انت في مشكلة البيوت دي انت جايب 50 بيت، فبالتالي لو انت جبت 1000 بيت مثلا، كل ما بتكتر الاكزامبلز او كل ما بتكتر الداتا اللي انت بتدخلها للموديل، كل ما الموديل بتاعك هيبقى accurate اكتر ويديك نتائج احسن. طيب بيقول لك برضو ممكن تعمل try smaller sets of features. ممكن ان انت تجرب sets اصغر، يعني بتاع features اصغر، بدل ما انت يعني مكتر اللود على الموديل. ممكن ان انت تجرب ان انت تدخله sets اصغر بحيث ان هو يقدر ان هو يفت على الداتا. ده برضو ممكن يكون حل. برضو ممكن يقول لك try getting additional features عكس اللي فوق. ممكن انت اصلا الداتا اللي انت مدخلها او الفيتشرز اللي انت مدخلها للموديل هي ما هياش كافيه. انت مثلا عامل ترين، يعني معاك داتا فيها مثلا اسعار البيوت ومثلا البيت فيه كام اوضه. طيب ما في فيتشرز تانية ممكن تضيفها، فده قصد الجزئيه دي. يعني يقول لك برضو ممكن try adding polynomial features، اللي هو البولينوميال فيتشرز اللي هي يعني المعاملات بتاع الايكويشن بتاع الفانكشن دي. لما انت تضيف بولينوميال فيتشرز دي برضو ممكن ان هي تحسن الموديل معاك. يقول لك برضو ممكن تعمل ديكريز او انكريز لللامدا. ده ممكن برضو تحسن في الاداء بتاع او الاكيورسي بتاع الموديل بتاعك. طيب تعالوا نعرف مع بعض ايه هو الماشين ليرنينج دايجنوستيك. الدايجنوستيك ده بالعربي يعني التشخيص، وهو بيقول لك هنا ان ده بالبلدي كده هو حاجة انت بتعملها للموديل بحيث ان انت تعمل امبروفنج للبرفورمانس. يعني انت زي ما بتقول بتشخص الموديل بتاعك او الالجوريزم بتاعك بحيث انت بتعرف هو بيأدي كويس ولا لا. ده معنى الدياجنوستيك في الماشين ليرنينج. طيب انت بعد ما بتعمل كده، او يعني دي فيتشر او حاجة يعني ممكن تعملها انت في الماشين ليرنينج، ده بتوفر عليك وقت كبير. يعني بدل ما انت مثلا عملت موديل ما هوش كويس قوي، فده بيحرق معاك مثلا وقت كتير. طيب لو انت هنا بيقولك ان الدياجنوستيك ده اصلا بياخد وقت كبير على ما بتعمله امبلمنت، فده اصلا اوريدي بيوفر لك الوقت اللي لو انت ما عملتش دياجنوستيك ده بيحرق معاك وقت اكتر من ان انت بتعمل كده. فده معنى الدياجنوستيك.